قدمنا الشوط الاول كان ما كنا بالمستوى المطلوب، الشوط الثاني غيرنا يعني بعض اللاعبين. الاهم شيء انه يعني الفريق رجعت الروح المعنويه مالته، يحتاج لنا مباريات يعني كبيره على مستوى عالي. الاهم شيء هو يعني تعرف فريق ما ظهر بالمستوى المطلوب الشوط الاول، ظهرنا الشوط الثاني خلال التبديلات. نوعد ان الجمهور العراقي ان نكون نظهر بمستوى جيد يليق باسم الكره العراقيه، وان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله حبيبي. الله يبارك فيك استاذ هشام، مبروك الفوز، مبروك الجماهير العراقيه. يمكن هاي ثاني مباراه، المباراه الاولى يعني كانت مباراه صعبه رغم الصعوبات. يمكن احنا بعد انقطاع طويل من جائحه كورونا، هذا المعسكر يمكن استفادين منه. المباراه الاولى تعادل، المباراه الثانيه فوز على منتخب بحجم اوزبكستان. يمكن احنا كطموحنا كلاعبين نقدم ان شاء الله الشيء اللي يرضي الجمهور العراقي والكادر التدريبي، والقادم ان شاء الله يكون افضل. دو يشوفوا بالله العظيم، حتى الحكم قال له ظلمتك، الشوط الثاني قال له ظلمتك، والجزاء كانت غير صحيحه. وش يعني شو تسوي له بعد؟ لانه انا عندي خبره الحمد لله واشكر، رحت وسحبت ايدي في سبيل اعرف راح يمثل اللاعب، لكن الحمد لله واشكر يمكن الجزاء صحتنا، قدرنا نرجع للمباراه، والظلم ما دام، الله نصرنا الشوط الثاني وقدرنا نتغلب، نقلب الطاوله على المنتخب الاوزبكي.